روائح الفم اللي تتكون من بعد العملية، وخاصة الفترات الأولى اللي هي لا شهر، شهر ونص، شهرين، هي بسبب قلة التروية، قلة الأكل. وأيضا نحن مرات ننسى أن نهتم في نظافة الفم والأسنان. طبعا هذه مؤقتة وتختفي مع الوقت، لكن لابد علشان نقلل من وقتها أو نمنعها لابد من الإكثار من شرب الماء، من التروية، سواء السوائل كلها بما فيها الماء، أن احنا نصل إلى اللترين وقد نصل إلى أكثر من اللترين. ناخذ وجبات أو سناكات صغيرة ومتكررة علشان تستهلك لنا من عصارة المريء والمعدة، والتي لها رائحة قد تخرج إلى الفم، بالإضافة إلى الحرص على نظافة الفم والأسنان علشان نمنع، لأن الجفاف يزيد من نسبة البكتيريا ونموها في الفم. إذا احنا ملزمين في مقابلة، في خروج، شيء معين، ممكن نستخدم بعض الحلاوة أو بعض الأشياء اللي ممكن تغير من رائحة الفم مؤقتا، لكن هذه مؤقتة ما يستمر عليها ولا تنفع باستمرار. مالكم للعافية وسلامة.